أهلا بكم مشاهدينا، وهذه أهم وآخر الأنباء. صرح مصدر أمني أنه في إطار إتاحة الفرصة لوقفات احتجاجية للتعبير عن مطالب سياسية أو فئوية طوال الفترات السابقة توافقا مع المسار الديمقراطي وإتاحة الفرصة للتعبير عن الرأي، وبالرغم من النهج الإثاري الذي تبناه المحرضون على التجمع يوم 25 من يناير الجاري بدعوى تصعيد مطالبهم، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المحظور نشاطها وما يسمى بحركتي 6 من أبريل وكفاية، وكذا الجمعية الوطنية للتغيير، فقد تم السماح لهم بتنظيم الوقفات الاحتجاجية، والتي تركزت بمدن القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية، بينما شهدت بعض المحافظات الأخرى تجمعات محدودة تراوحت ما بين 100 شخص وال1000. وقد التزمت قوات الشرطة منذ بداية هذا التحرك في حوالي 11 صباحا بتأمين تلك الوقفات وعدم التعرض لها، رغم جنوح مجموعة من تلك التجمعات بوسط مدينة القاهرة لتنظيم مسيرات، مما أعاق حركة المرور بالكامل وتحويله إلى محاور بديلة. وحيث أصر متزعمو تلك التجمعات على أسلوب التحريض وعدم الاستجابة لما تم إعلانهم به من ضرورة الانصراف بعد أن تم التعبير عن رأيهم، إلا أنه في حوالي الساعة 3 عصرا دفعت جماعة الإخوان المحظورة بأعداد كبيرة من عناصرها، خاصة بميدان التحرير بالقاهرة، حيث تجاوز عدد المتجمهرين 10,000 شخص. كما قام بعض المتجمهرين بإلقاء الحجارة على قوات الأمن بشارع القصر العيني المتفرع من ميدان التحرير، واندفع عدد منهم إلى أعمال شغب وأحداث تلفيات بمنشآت عامة، فضلا عن إصابة عدد من أفراد قوات الشرطة نتيجة استمرار قذف الحجارة. وحيث تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على ما كان متوقعا من اتساع أعمال التجمهر والشغب وتطويق المتظاهرين بميدان التحرير، مع تكرار إعلانهم بضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية والسبل القانونية للتعبير عن الرأي، وعدم تهديد سلامة المنشآت العامة والخاصة وأمن وسلامة المواطنين. وإذ تناشد وزارة الداخلية أغلب المتجمعين بعدم الانسياق وراء شعارات زائفة يتبناها متزعمو هذا التحرك والذين يسعون لاستثمار الموقف في تحد سافر للشرعية، فإنها تؤكد على ضرورة إنهاء تلك التجمعات تفاديا لتداعيها على نحو يخل بالأمن العام. قدمنا لحضراتكم أهم وآخر الأنباء.